هاي، انا ساره. اول مره تشوفوني انا بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسينا وازاي نوصل لاحسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو عن الوحده، واظن انت قلت كده من العنوان. لكن انا هتكلم من جانبين، الجانب الايجابي والجانب السلبي. يعني اغلب الفيديوز اللي بنسمعها هو ان الوحده صعبه وما ينفعش نقعد لوحدينا، وان الوحده خطر كده فيديوهات كتير قوي 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 بيطلع الجانب الوحش بس انا هقولك الجانب الايجابي، وهقولك الجانب الايجابي والجانب السلبي، والاتنين لازم نعمل بينهم بالانس او توازن. اول حاجه الايجابي، ان انت لازم تقعد لوحدك. انت مش عارفه انت واصل لفين، او انت ماشيه ازاي، او انت حياتك عامله ايه، او الاهداف اللي انت واصله لها دلوقتي انت هتكملي لها ولا هتقفي، ولا حياتك انت عاجباكي ولا هتغيريها، ولا انت هتحاسبي نفسك ازاي لو انت مش بتقعدي لوحدك. الافكار الكويسه مش بتيجي غير وانت قاعده لوحدك برضو. يعني لو انت قاعده كده سرحانه هتلاقي نفسك بتيجي فكره، الفكره دي لو طبقتيها فعلا وفكرت فيها قوي هتوصلك لحته تحفه. وده اللي بيعمل فرق بين شخص بيفكر وبيجيله الفكره بس بينام وبيكنسلها كأنها ما جاتش، هفكر فيها الصبح ده لما بيجي الفكره بتبقى نسيتيها. انت بالليل بيجيلك الافكار لما بتبقي قاعده لوحدك. ممكن انت شخص ما بيديش فرصه اصلا انك تقعدي لوحدك، فاول ما بيجي بالليل انت بتكوني ارهقتي وتعبتي من كتر ما انت ما شاء الله عليكي طول اليوم قاعده مع ناس، على طول الناس، وانت ما فيش وقت خالص ليكي. فيش ساعه مثلا الصبح بدري ليا، فيش ساعه بالليل ليا، فيش ساعه في الاسبوع كله ليا. فاهمين؟ ففكره ان انا بنفي ان انا ما اقعدش مع نفسي، لا دي مشكله ولازم نتعود نقعد مع نفسينا، لان ده مهم قوي، مهم قوي. ان انت مش عارف نفسك ومش هتحب نفسك ومش هتقدر تقهر الناس اللي حواليك، ولا هتقدر تكمل في حياتك غير لما يبقى في وقت كده انت بتفصل فيه، تقعد فيه لوحدك بورقه وقلم، وتقعد تكتب فيه كل حاجه انت عايز تقولها، كل مشاعر، كل كلام، كل حاجه انت عايز توصل لها وصلت لها. شغال فيها، هتوقف عنها، هتدخل فيها حاجه جديده. فمهم انك تتعلم ازاي تقعد لوحدك، وازاي الوحدة ناخدها بالمفهوم الايجابي بتاعها. مش اننا دايما بنصدر بس ان الوحدة دي صعبة وما ينفعش، واول ما يجيلك تحس ان انت في وحدة اهرب. لا، اتعلم الوحدة وتعلم ازاي تقعد مع نفسك، وتعلم ازاي تقضي حياتك لوحدك. لان ولا كل الصحاب اللي حواليك هيبقوا معاك على طول، ولا كل الناس اللي حواليك عايشين، عايشين على طول. يعني تمام، ربنا يخليهم دلوقتي بس هما مش على طول عايشين. تمام، واصحابنا اللي معانا دلوقتي مش على طول حياتهم هتبقى كده. وانت كمان انت اصلا ممكن انت اللي تبقى تبعد مش هما. ليه؟ عشان ظروف الحياه كده. اتعلم تكون لوحدك، اتعلم تاخد قرارات صعبه لوحدك، وتعلم تمشي في طريق لوحدك، وتعلم انك مش كل حاجه لازم يبقى معايا صحاب. دي حاجه كويسه جدا جدا جدا، واللي ما عندوش صحاب هو فاقد حته مهمه جدا. لكن اللي حياته كلها معتمده على صحاب، هيجي في الوقت اللي المفروض يبقى فيه في كليه بيختار قرار مصيري شغل، هيلاقي نفسه هو مش عارف يتأقلم مع الناس عشان هو دايما مع اصحابه، مش عارف يقضي حاجه لوحده. لو صاحبي ما نزلش النهارده معايا الدرس مش هروح، لو صاحبي ما نزلش معايا النهارده الجامعه مش هروح، لو صحابي ما راحوش معايا النهارده التمرين مش هنروح. فتقيس بقى على كده في حياتك كلها. ده بس انا بتكلم عن نقطه مثلا صحابي. فاتعود انك تقعد لوحدك، وتعود انك تعيش حبه لوحدك في حاجات يعني كل مره كده اجرب حاجه لوحدي، اجرب انزل اخرج لوحدي، اجرب اقعد لوحدي، اجرب اتصور واقضي حاجات كويسه لوحدي برضو، عشان دي حاجه مهمه جدا. مش لازم كل حاجه يبقى فيها حد بيعملها معانا، دي حاجه تحفه بس يعني اتعودي بقى على العكس، ان دايما ده اللي ممكن يحصل فيما بعد. فليه ما بقاش عندي مثلا فكره ان انا ممكن اقدر انزل لوحدي في تمرين، انزل لوحدي في مشوار مهم، انزل لوحدي في الجامعه، انزل لوحدي عادي، عادي جدا. فاتعودي عيشي الوحده، لان الحياه كده كده تقريبا هتفرض عليك ان انت تبقي فرديه. يعني هي هتفرض عليكي لما نكبر ان هي تبقى فرديه، فانت اتعودي على كده. لكن مش بقولك عيشي حياتك كده. فالوحده مهمه، لان احنا مش هنعرف نعرف نفسينا، ولا هنجدد طاقة ولا شغف ولا حب ولا أي حاجة غير لما نعيش لوحدينا حبة، أو لما نقعد لوحدينا حبة، أو نسمح لدماغنا إن نطلع الأفكار وإحنا لوحدنا. لكن انت اول ما الناس اللي بتقولك اول ما تجيلك انك تقعد ومش عارفه ايه، اهرب، اعمل اي حاجه، اشتغل، مش عارف، ده كويس، ده كويس وده كلام صح جدا. بس انت مهم انك تقعد برضو لوحدك. فاللي يقولك ما تقعدش لوحدك لا، ودماغك مش عارفه تشتغل وتديك له افكار وحشه، لا. هو كده كده اللي بيقولك كده على طول دوت، او الناس اللي بتقعد توصلك الفكره دي، هو مش عارف يقعد مع نفسه ومش عارف يواجه نفسه بالحقيقه، ايا كان بقى الحقيقه دي هتبقى ايه، عن حياته، عن شغله، عن خسر قد ايه، او هو المفروض كان يعمل ايه وما عملش ايه. فصوت دماغه او ضميره بيتعبه، فبيختار اللي هو لا، انا هاتولي ناس بسرعه اقعد معاهم. طب هل الناس على طول موجوده؟ لا. فاتعود تقعد لوحدك، تعود تعيش حبة لوحدك. مش مع كده منفصلة عن الناس.
تمام. دي البوينت الايجابيه اللي كان لازم اتكلم عنها، ان اخلاق كتير قوي قوي بينفي الحوار ده، اللي هو لا عيش مع الناس، اقعد مع الناس، تمام، بس انا لازم اتعود ان انا ممكن اعيش لوحدي جزء فتره، اسافر، مثلا هاخد دراسه بره مصر، فهبقى لسه اول واحده مثلا ما تعرفتش على ناس كتير. يعني حط اي حاجه ممكن تيجي. فالوحده مهمه. السلبيه بقى اللي الناس كلها يعني بتتكلم عنها، فدي مش محتاجين نتكلم فيها كتير، بس النقطه اللي هقولها ان انت لو انت شخص بتقعد مع الناس بس دماغك مش معاهم، لو انت شخص بتقعد في الاوضه 24 ساعه، مش بتخرج مع عيلتك، مش بتقعد مع عيلتك، مش بتتغدى مع عيلتك، اللي هو الشخص اللي هو عامل زي المنفصل، اللي هو يعني مش عارفه اجيبها ازاي، اللي هو على طول قاعد بين اوضه في يعني 4 جوانب بس. الناس عيلته تدخله تديله الاكل، يخرجوا اكنهم حابسينه او هو حابس نفسه. فلو انت من الناس ديت، لا انزل وتعامل مع الناس. لو بتقعد بال3 4 شهور ما بتقابلش حد، ما بتقابلش حد حرفيا، وما بتقعدش مع حد، وما بتطيقش حد، وما بتعملش حد، وما عندكش صحاب، وما عندكش ناس، وما عندكش معارف، فانت في مشكله وحشه قوي قوي. فاسحب نفسك وارجع عامل الناس ده. تقولي الناس صعبين، الناس صعبين جدا، ومش كل الناس هنتفق معاهم، بس في فرق بين ان انا في ناس مش عارفه اتفق معاهم، وممكن اقرب من الناس وابعد وابقى علاقات معرفه وخلاص. في فرق بين ان انا اصلا ما بكلمش حد، ان انا ما بقعدش مع حد، ان انا بنسى انا لما بقعد مع ناس كنت بقول ايه او بتكلم ازاي، او ايه المهارات اللي المفروض كانت عندي وراحت من كتر ان انا ما بكلمش حد، ما بقعدش مع حد، قللت تواصل، قللت كلام، قللت كل حاجه بقى. فقيس على كده حاجات كتير قوي. اتعلم تقعد مع ناس. لو انت حاسس ان فعلا انت في وحده، لا اخرج بره الدايره دي، ان الحته دي هتوصلك لحته مش حلوه خالص. ففيديو النهارده كان بيتكلم عن الجانبين. حاول تعمل بالانس بين الاتنين كده، وتحس اللي هو حابه ابقى في وحده واتكلم مع نفسي واقعد مع نفسي واقضي حياه مع نفسي، وحابه تاني لا انا هنزل واقعد مع الناس وهشارك الناس، ان كده كده اوقات كتير بيبقى في حاجات كتير لازم نعملها اكتف مع بعض، او بيبقى فيها انشطه سوا، فيها فعاليات سوا. فبين كده وكده، لو عملت الاتنين دول فانت هتبقى شخص قادر تدي وهتاخد. فمهم جدا تخلي بالنا من الحته ديت. واشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. باي باي.